عدد كبير النهارده من المشروعات مطروحه في السوق المصري، بس عدد قليل جدا من المشروعات دي هي اللي العميل هيكسب فيها. سواء حضرتك بتشتري شقه او فيلا او شاليه او مكتب او محل او عياده، احنا هنا دايما بنشتغل بفكر الكونسلتنت، وده اللي العميل النهارده محتاجه، انه يبقى ماشي الطريق مع شخص عنده خبره، مذاكر السوق المصري بشكل مستمر ويوميا. وده اللي احنا بنعمله هنا النهارده في الشركه، ان احنا يوميا بنذاكر السوق كله عشان نقدر نوضح للعميل المقارنه والفرق ما بين كل المناطق وكل المشروعات اللي موجوده في كل منطقه داخل السوق المصري. اي حد هيقول لحضرتك تقدر تعمل اعاده بيع بعد قسط او قسطين، انا بقول لحضرتك بلاش تدخل في الموضوع ده، بلاش الموضوع ده، لان الموضوع ده ناس كتير جدا اتعثرت. ولازم يكون حضرتك معاك من 50 ل 70% من ثمن العقار عشان تبقى مأمن نفسك. بالنسبة للمكاتب والمحلات اللي مساحتها صغيرة، ال 15 متر وال 20 متر، بلاش حضرتك تشتري النوع ده من العقار، لان لما بنشيل نسبة التحميل من 30 ل 35% بتتبقى مساحة صغيرة لا تصلح للتشغيل ولا للشركات في المكاتب، ولا حد من المحلات بياخد المساحات الصغيرة دي. وعندي مشروعات كتير في العاصمة الإدارية بتبيع للعميل المحلات اللي في الدور الأول والتاني. أنا بقول لحضرتك برضو إن فرصة الاستثمار في النوع ده من المحلات قليلة جدا وضعيفة جدا في التشغيل، وسعر متر الإيجار بتاعها ضعيف جدا. الحالة الوحيدة اللي أنا أشتري فيها محل في الدور الأول والتاني يبقى في مول كبير، مطلوب من حضرتك إنك تركز على مناطق التشغيل فيها سريع في المحلات، لأن المحلات التجارية ليها اشتراطات. لو طبقنا الاشتراطات ديت في أي منطقة وفي أي مشروع إحنا بنشتري فيه، يبقى حضرتك هتشتري صح. النهاردة إحنا بنقدم بإذن الله خدمة بإن إحنا بنكون مختلفين عن عدد كبير جدا من شركات التسويق اللي في مصر، بإن إحنا فعلا بنكون كتاب مفتوح للعميل، بنوضح له شكل السوق. لو حضرتك مهتم إنك تشتري في زايد واكتوبر أو في راس الحكمة أو في التجمع الخامس والسادس في شارع التسعين الشمالي أو الجنوبي أو محور السادات أو محور محمد نجيب أو محور جمال عبد الناصر في التجمع، عايز تجيب مكتب أو محل وعايز مطور محترم هيقدم لك منتج انت فعلا هتكسب منه، احنا بنعمل مقارنة ما بين كل الشركات دي. وبالنسبة للقطاع السكني في العاصمة بنوضح لحضرتك الفرق ما بين كل الشركات، سواء في المستثمرين او في الار 7 او في الار 8. وبالنسبة للمشروعات اللي موجودة في الابراج السياحية او في منطقة الداون تاون بنوضح لحضرتك مين الشركات اللي بتبني وملتزمة، ومين الشركات اللي بتقدم منتج عقاري حضرتك هتكسب منه، ومين الشركات اللي نسبة انشاءاتها ضعيفة جدا. وبنوضح لحضرتك في الحي المالي والحكومي ايه الفرق ما بين المشروعات اللي موجودة في الحي المالي والحكومي. وفي راس الحكمة بالتحديد المنطقة دي بنوضح لحضرتك اهم 5 منتجعات موجودة في راس الحكمة. اي استفسار اضغط على لينك الواتساب، هنساعد حضرتك، هنديك كل المعلومات. ولو في لونش نازل بعد شهر او شهرين هنقول لك عليه، حتى لو حضرتك هتنتظر معانا، بس يبقى فرصة كويسة ليك، ونكون دايما عند حسن ظنك. شكرا جدا لكم.